استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز. وأكد الرئيس الصحراوي أن هذا اللقاء كان مناسبة لتؤكد الجزائر مرة أخرى موقفها المبدئي من القضية الصحراوية. محمد عبد العزيز عبر من جهة أخرى عن شكره وامتنانه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للدعم الذي ما فتئ يقدمه للقضية الصحراوية العادلة. وأكد الرئيس الصحراوي من جهة أخرى أن رئيس الجمهورية كان أول رئيس عربي وجزائري يزور الجمهورية العربية الصحراوية. كان لي الشرف العظيم بأني حظيت الوفد المرافق لي بمقابلة السيد فخامة رئيس الجمهورية مجاهد عبد العزيز بوتفليقة. كان لقاء مثمر جدا. كانت لي فرصة أبلغت فخامة رئيس الجمهورية على التطورات اللي تمر منها في الظروف الحالية القضية الصحراوية، وكانت لنا فرصة كذلك مع السيد فخامة رئيس الجمهورية بتعرض لعلاقات الثنائية القوية والجيدة والمتجذرة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وآفاق تطويرها. كانت لنا كذلك فرصة باش نتناول في تبادل الآراء الوضع في المنطقة اللي ننتمي لها وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص. استفدت كثير 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 بالتحاليل والآراء النيرة دائما كما هو مألوف بالنسبة لي لرئيس الجمهورية. أقيم من اللقاء كان ناجح جدا. أريد التذكير بأنه حظيت بشرف هذا اللقاء في هذا المكان مع السيد رئيس الجمهورية في وقت حساس جدا، وفي وقت مشاغل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مشاغله كثيرة جدا، وبالتالي أنا أقدر له عظيم التقدير هذا الاهتمام بالقضية الصحراوية وبالعلاقات الثنائية الصحراوية الجزائرية. أريد التذكير بالمناسبة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان أول رئيس عربي وأول رئيس جزائري زار الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكان له فرصة اللقاء المباشر مع الرجال والنساء الصحراويين، وأكد لهم موقف الجزائر كما أكد لهم موقف الجزائر في تلك الزيارة. حملنا اليوم في هذا اللقاء الهام جدا بأن نبلغهم تحياته وتقديره، ولكن كذلك تأكيده على الموقف الثابت الدائم الداعم بدون شروط للقضية الصحراوية العادلة انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي في ضرورة وحتمية استعادة الشعب الصحراوي الحقوق الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وديمقراطي. أكد لنا كذلك على عزم الجزائر على المضي قدما في توطيد علاقاتها مع الجمهورية
العربية الصحراوية كبلد شقيق وجار. شكرا جزيلا.